أعوذ بالله من الشيطان وطيب الممر كالأوطان بسم الإله وهو الرحمن وهو الرحيم وله الأزمان اليوم سوق الجليل من كثرة الذنب والآفات والوجل يا رب صل صلاة قد تسايعني مع سلام على من زاد في الرسل والآل وصحبه هني بي أبدا صحيح جسمي وقلبي بأنك لم يملي قد مسني دنيا من ليس لي أحد له أمين ودر رجال عن هيلي قد مسني فدسني برسول لله من هلالي قد مسني يا ربي ويا ملكي يا خير من يرم المدار بالعجل قد مسني وقد توسلت بالمختار سيدنا إليك يا بر يا ذا الجود والنعم وفيك كم من وفي خير الورى ملي أنت المجيب لموت دار دعاك فكن مجيبني بامتحان بالله سر عليم أنت المجيب لموت دار دعاك فكن مجيبني بامتحان لله سر لي فليستجب بامتحان لله سيدنا وهب له صلوات منك عن قبلي وجعل عبادتك الحسنى وخدمته تبدي بلا أبد تبدي إلى الدخل واصل جميع عيوب بوصف ينسخمي وجل تعجل لي للرب من سبلي وجل سيوخي رادي معي أبدا إلى الجنان وبيس لغاسنا السبل يا رب صل صلاة لا تقادر
يا رب صل صلاة بالسلام على خير الورى واسمه من جملة العلل يا رب صل صلاة بالسلام على خير الورى واسمه من جملة العلل ومنزل الصفاء والدواء حمدا لمنزل الدنا وداء ومنزل الصفاء والدواء حمدا لمنزل الدنا وداء ومنزل الصفاء والدواء من أمر العباد بالدعاء ليدفعوا به عن البلاء مبتقيا هنا المجيب داي واستكي اليهما من الضرر قد مسني عداء مهتدى يا يا الله يا رحمن يا رحيم يا بر يا كريم يا عزيم يغفر ذنوبنا تقبل منا واهمنا وتجاوز عنا وانزلا يا ربنا غير اليوم مكان ما نخاف من سر النعم وهب لنا الاداب والمزايا وهب لنا الإسلام على الدار وكفنا الكسل في الأوقات يا بر يا لطيف يا معين يا من له أمر ولا يا سابق أنزل سباك مكاننا ولا تعاملنا بالابتلاء وأنزل النفع مكان الضر وأنزل الخير مكان السر وأنزل العلم مكان الجهل وأنزل الجود مكان البخل وأنزل الخل مكان الفخر وأنزل السكر مكان الكفر واسف جميع المسلمين عاجلا ثم قهم خوفا وحزنا آجلا ونجهم وعافهم والطف بهم ولا تواخذهم بكثر ذنبهم فإنهم وإن عصوك يا لقبلة لم يسلكوا بك وإنهم أبدانهم لا تقدر على بلائك ليوم يسعرون قلوبهم ليس تميل أبدا إلى سواك من هنا إلى غدا لكنما تنسس الجواري أبداهم لأخبي الخبائي فلا تواخذهم بما لا ينقص ولهم بالذي لا ينفع فلا تواخذهم بما لا ينقص ولهم بالذي لا ينفع يا الله يا مقلب القلوب خلق قلوبنا عن العيوب واغننا بحب كل مسلم ونجنا من شر كل مجرم واجعل جميع المسلمين ضرا لنا
واجعل جميع المؤمنين في الهدى والمؤمنات ثم فيهم هدى واجعل جميع المسلمين في الرقاب والمسلمات بازديادهم تقى واجعل جميع العلماء عاملين واجعل جميع العاملين مخلصين واجعل جميع المخلصين سائلين واجعل جميع السائلين ناسين واجعل جميع الناسين صادقين واجعل جميع الصادقين فائزين واغرنا يا ربنا بالخدمة للمسلمين أبدا ورحمة واجعل لهم فينا هدى وخيرا وكفهم منا أسا وديرا واغرنا بحبهم لوجهك واغرهم بحبنا فنسلك وجه الجميع إخوتي والسبيل يوم سداد السبيل واجعل لنا هنا وعنا ساخطة تفضلا فنحسن وأولنا مكارم الأخلاق ما دام من بلاد سباق واجعل كبيرنا يوفر الكبير واجعل كبيرنا يهين للصغير واجعل قلوبنا على تودد بلا تناسل ولا تعسل ولا تقاسم ولا تدبر ولا تباغض ولا تنفر حتى نسير المسلمين الخاسرين ومؤمنين مخلصين سائلين واغفر لنا وآمنا بعافية تكون في الدارين خير عافية واهم وكفنا المسلمة ونجي كل مسلم ومسلمة وأولنا يا ربنا حسن الختام عند الممات وغدا يوم القيام بجاه خير من سفى الأمر آدم ووهب المرغوب والأغلال محمد طبيبنا الأمام المبري الأمراض والأصحاب وصليا عليه ثم سلما وآله مع صحاب الكرماء ما أبلغ المسؤول في الدعاء ووفي المريض بالاستشفاء وللناس أيضا زاده الله شفاء وفيدا وللناس أيضا زاده الله شفاء وفيدا يا من يروم نفع كل داء فلا تفارق مطلب الشفاء ودم عليه في المساء والصباح واخلص أنتنا الشفاء وبلاء بإذن ربنا وجاه المصطفى صلى عليه ربنا كما صفى بإذن ربنا وجاه المصطفى صلى عليه ربنا كما صفى بإذن ربنا وجاه المصطفى صلى عليه ربنا كما صفى أعوذ بالله من الشيطان وطيب الممر كالأوطان بسم الإله وهو الرحمن وهو الرحيم وله الأزمان